الزمالك بيحقق الانتصار الاولاني ليه في الدوري ويكسب البنك الاهلي 2-1 بعد مباراة غريبة وعجيبة. لحد امتى هنقعد في المنظومة الفاسدة دي؟ لحد امتى هنستحمل القرارات الغبية دي؟ لحد امتى هنستحمل التحكيم الفاجر ده؟ محمد معروف زيه زي اللي قبله كان يتعمد هزيمة الزمالك في مباراة اليوم. الماتش اللي فات حكم مش مقتنع، وماتش النهارده حكم بيدي طرد لمحمد عواد من وحي خياله، من خياله هو، رغم ان الفار بعت له عواد ما عملش حاجه، عواد ما لمس بومبو والكوره ما فيهاش اي حاجه، بيدي طرد لمحمد عواد رغم انه راح شافها في الفيديو واتعادت له من كل الكادرات والكوره باينه ان عواد ما لمسوش ولا جه جنبه، عواد نازل اصلا موطي في الارض ولا لمسه، وبومبو دخل عمل كوبري ورمى نفسه في الارض، ولكن الحكم برضه اصر وكانه جاي متسلط على الزمالك، وكانه جاي متسلط على الزمالك. كسبنا كسبنا، ايه المشكله؟ لكن ايه النهايه؟ نهايه اللي بيحصل ده ايه؟ نهايه اللي بيحصل ده ايه؟ مش فاهم، مش قادر افهم. لحد امتى هنسكت على هذه المهازل اللي بتحصل؟ محدش عارف ومفيش اجابه، ولا هيبقى في اجابه. هل هيبقى اجابه؟ مفيش اجابه، لان ده بيحصل عادي. ايه المشكله؟ ولا اي حاجه. حكم عادي يطلع وتمام والله ينور وزي الفل. عمل جريمه النهارده كانت هتكلف الزمالك 3 نقاط زي ما كلفتنا المباراه اللي فاتت، وعادي ايه اللي هيحصل ولا اي حاجه، هتلاقي الدنيا ماشيه زي الفل. الزمالك بدأ بثلاثي دفاعي جديد النهارده، محمود علاء جنب حسام عبد المجيد جنب محمد عبد الغني، 3 مدافعين فلات، بيحاول الراجل بيجرب وبيعدل، لكن دايما بنبدا غلط. كان في جبهه اليمين بتاعتنا كانت مخترقه بشكل كبير والبنك الاهلي كان بيلعب فيها بشكل هايل جدا. اسامه فيصل عمل مباراه اكثر من رائعه، خساره اسامه فيصل يبقى بره الزمالك. قارن كده بين اسامه فيصل وسيف الدين الجزيري هتحس ان احنا بعيد قوي، واسامه فيصل عمل ماتش اكتر من هايل. بعيب عليه بس انه راح قال للناس بره بتوع دكه الزمالك هوس وبتاع، ولكن هنعتبرها نرفزه ملعب. طبعا الزمالك كان ماسك كوره عامل خطوره، لكن الكاونتر اتاك علينا كان صعب جدا، الملعب كان مفتوح جدا على الزمالك، اي هجمه كانوا بيروحوا بخطوره جدا، يا اما اوفسايد يا اما كان الدفاع بيتعامل معاها، يا اما كانت بتروح لعواد اللي كان عامل مباراه كبيره، لحد ما اتدخل الاخ وطرد عواد من خياله، زي ما اتكلمنا من شويه. اتلعبت الكوره الفاول راحت عند حسام عبد المجيد بيضغط على بامبو بشكل سيء جدا، بتتشاط بالراحه جدا، بتدخل في محمد صبحي بشكل غريب جدا. تعبنا حقيقي يعني، اخطاء التحكيم، ولكن الاخطاء اللي عندنا فجه قوي يعني. زي ما قلت اوزوريو بيبدا غلط، الزمالك كان ضاغط وكان ماشي بشكل كويس جدا، بعد الطرد الامور تراجعت، بيخلص الشوط الاولاني بيعمل تغييرين يظبطوا الملعب للزمالك بشكل كبير جدا، بينزل حمزه المسلوسي ومصطفى الزناري يظبطوا دفاع الزمالك، خرج محمود علاء اللي بالمناسبه عمل ماتش كويس جدا، ولكن الانذار اللي خده الحكم كان جاي عليك بشكل كبير، ادى انذار لمحمود علاء في اول الماتش بشكل غريب، في كوره ايمن اشرف كتم مع ابراهيم نداي، يعني على الاقل انذار ايمن اشرف ولا حياه لمن تنادي، وعادي جدا. بعد التغييرين دفاع الزمالك ظبط، والزمالك بدا يلعب كور طويله وبدا ينوع، بدا زيزو ينزل وبدا شلبي يتحرك، اللي النهارده شلبي ما كانش مدي مردود قوي قوي، كان مقفول عليه بشكل كبير، زيزو هو اللي كان بينزل يتحرك، ابراهيم نداي كان بيتحرك بشكل كبير، طبعا سيف الدين الجزيري كان خرج، كان حاضر غايب في ارض الملعب، ما كانش ليه اي تواجد صراحه يعني. المهم الزمالك قدر واحده من الزناري يلعبها لزيزو بيحطها فيرست تايم بشكل هايل جدا عشان الزمالك يتعادل 1-1، ثم بدا الزمالك يضغط تاني وبدا يلعب، ثم نزل رؤى عشان يدي حيويه، حصل شويه دربكه وبتاع، وثم اتطرد محمد فتحي لاعب البنك الاهلي، ثم بينزل الاباتشي شيكابالا، ويبدا الزمالك يلعب والبنك الاهلي يروح والزمالك يروح، وتبدا الكوره تمشي شويه وشويه لحد ما الكوره تيجي لشيكابالا، بيلعب كوره هايله جدا جدا على الارض بشكل هايل على ماركه شيكابالا بتاع زمان، بيجيب هدف التقدم للزمالك، هدف التقدم للاباتشي شيكابالا اللي ما تعبش، اللي واقف على رجله، اللي دايما بيشيل الزمالك في كل المواقف، من 10 12 13 سنه هو شيكابالا، من زمان لحد النهارده هو شيكابالا. اللي يقول لك شيكا انتهى قول له يا عم ما انتهاش، لسه بيجري وبيعافر وبيلعب واقف على رجله بشكل كبير جدا ما شاء الله. بينزل يجيب الهدف الثاني للزمالك عشان يقود الزمالك للفوز الاول هذا الموسم، تعادل مع بيراميدز، ثم هزيمه او ضياع نقطتين امام المقاولين تحكيميا، والنهارده الحكم كان عايز يضيع مننا المباراه، ولكن اللعيبه لعبت بشكل قوي، اللعيبه لعبت رجاله، وشيكابالا نزل يخلص الامور. مبروك للزمالك اول 3 نقاط في الدوري، الزمالك بيوصل للنقطه 4 لسه بشويه يعني انسجام، واوزيريو يهدى كده على الحاجات الغريبه اللي بيعملها، ان شاء الله الامور تبقى افضل. عايز احيي حمزه المسلوسي على ادائه ورجولته دفاعيا وادواره الهجوميه، الله اكبر. الناس كلها كانت بتنتقد حمزه المسلوسي، يمكن انا من الناس القليله هنا اللي كنت دايما بشيد بحمزه المسلوسي وقلت عليه انه لعيب هايل ولعيب دولي، وكنتش ماشي مع الانتقادات بشكل كبير جدا. مبروك للزمالك 3 نقاط مهمه بعد مكسب ارتا سولار والصعود للمجموعات في الكونفدراليه، الزمالك بيكسب اول 3 نقاط في الدوري، ان شاء الله القادم افضل للزمالك باذن الله، وحسبي الله ونعم الوكيل في التحكيم المصري.